السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. وصفتنا لنا اليوم كما تشوفوا حلوة الجلجلانية، تقدروا تخدموا بها المشاريع، تقدروا تخدموها الافراح والمناسبات، بنتها بنه تجي معسله للقلب كما تشوفوا، وتجي مرمله من اروع ما يكون. هذه الوصفه يعني دسوها في عينيكم، نتمنى ان شاء الله كامل تجربوها. اللي بغات هذه الوصفه يعني ولا الوصفات الجايه كامل يحقوها ويدخلها اشعار بلي القناه تاعي حطيت فيديو جديد. ما تنسينيش بالاشتراك في القناه وفعلي زر الجرس هكا يعني باش يوصلك كل جديد. بدون إطالة نفوتوا المقادير وطريقة التحضير. أولا نصلوا ونسلموا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. لهنا في ريسيبي راح نحط 250 غرام تاع زبده تكون طريه، انا استعملت اوبلين. راح نزيد حبه تاع بيض وصفار بيضاء، راح نزيد تاني نص كاس نتاع الجلجلان محمص، من الاحسن يعني ترحوه مليح. راح نزيد تاني نص كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي بالقشور، وراح نزيد لهنايا تاني نص كاس نتاع سكر ناعم، وراح تزيدوا لافاني ملعقه كبيره اذا عندكم لافاني بودر. اذا ما عندكم استعملوا هاد لافاني ليكيد ولا الاروم تاع لافاني كيما درت انا. بلا ما تنسوا الرشه تاع الملح، وراح نزيد ملعقه كبيره تزيدوها هنا تاع طافيه كراميل. اذا ما عندكمش البنات ديروا ملعقه كبيره تاع المربى، ولا تقدروا تستبدلوها يعني بملعقه كبيره تاع كركبين اللي هي حلوه ترك، ولا ملعقه كبيره تاع عسل. صدقوني هاد الملعقه تاع طوفيه كراميل ولا تاع المربى البنات راح تزيدكم واحد البنه وواحد الطراوه، يعني تخلي الحلوه تاعكم مشمخه حتى القلب تاع الحبه. وراح نستعمل الباتر ولا الخلاط الكهربائي. علاش البنات؟ لانه الزبده تاعي ما خرجتهاش بكري من الثلاجه ومازالها شويه بارده. اذا كانت عندكم الزبده غامولي ولا طريه بزاف، المارغرين تاعكم تقدروا تخدموها غير بالفوي ولا بيدكم. راح نخلط جميع المكونات هكا مع بعض، تحطوا كلش في ضربه وتخلطوها مليح 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 بالخلاط الكهربائي، ولا تخلطوها بالفوي ولا بيديكم البنات حتى هذاك المكونات كامل الزبده والمكونات كامل يتجانسوا مع بعض ويتخلطوا مليح مليح مليح. ثم تبقاو تزيدوا في الفارينه. انا لهنا لمده الخلط دات لي حتى 5 دقائق ولا 6 الخلط بالباطل البنات كيما تشوفوا. راح نكمل نخلطها مليح 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 حتى تحصلوا على هذا القوام. شغل الخليط يعني تغير اللون تاعه. راح نحط كامل الاطراف تاع الخليط تاعي في الوسط، وراح نجيب الفارينه تاعي حبيباتي. من الاحسن الفارينه تاعكم تكونوا مغربلينها من قبل ولا تكون مهويه. انا استعملت فارينه هذه لابيل بزاف تخرج مليحه في الحلويات. وراح نزيد لها نحط كميه تاع الفارينه، وراح نزيد حوالي 4-5 غرام تاع خميره الحلوى، ما يعادل يعني نص باكي، ولا تقدروا تحطوها كمغرف صغيره ماشي معمره مليح كيما درت انا. وراح تخلطوا لي كامل المكونات ولا كامل الفارينه هذيك مع الخليط تاع الزبده تاعنا والكاوكاو والجلجلان. راح نخلطهم مليح مليح، ونبقى مره نزيد في الفارينه. هنا الفارينه تديكم حوالي 3 كيسان البنات، ولا شوفوا نتوما الفارينه اللي عندكم، يعني كاين نوعيه تشرب ونوعيه لا. المهم تخلوا هذيك لاباط تاعكم شغل طريه، ما تقصحوهاش بزاف بزاف وما تخلوهاش طريه تاني شغل تحسوها تلتصق في اليد. تخلوها هكا شغل القوام تاع الصابلي العادي. هاي العجينه تاعي راح نديرها في ساشي. هنا ديت نص العجينه تاعي وراح نفسحها في وسط ساشي هكا كيما تشوفوا حبيباتي. نفتحوها على سمك 2 سنتيمتر، ما ترقوهاش بزاف بزاف وما تخلوهاش خشينه تاني بزاف. هنا قلت لكم السمك تاع العجينه تاعكم لازم يكون 2 سنتيمتر، تكون شويه خشينه على الحلوه يعني العادي ولا صابلي العادي اللي نطبعوه. راح تكون الحبه بيسك ما راحش نلصقوا حبه فوق حبه، راح تكون الحبه يعني هي نفسها الطيب ونعسلوها مباشره. دوك تشوفوا معايا لهنا جبت طابع تاعي هذا المثلث، راح يزيد النص في الحلوه هذه تاع الجلجلانيه تاعنا. تقدروا نتوما ديروا طابع تاع القلب ولا طابع تاع اوفال ولا مقروضات ولا كاري مربع، يعني الحلوه هذه كيما درتوها راح تجي شكل وبنه تاني ما شاء الله. المهم خياتي راح نكمل هكا العجينه يعني الاخرى المتبقيه، من الاحسن تخلوها في ساشي هكا باش ما تزيدش تنشف هذيك الحلوه تاعنا. راح نحط كامل هاد المثلثات تاوعي هكا، نحط كميه قيس صينيه هكا باش كامل نفوتهم في بياض البيض ونرمدهم بالجلجلان ونحطهم يعني يطيبوا مباشره، ونبدا في كميه واحده اخرى. بالنسبه لهاد الحلوى راح تخرج لكم من 26 حبه حتى 29 حبه ولا 30 حبه. كيما تشوفوا الحبه يعني الشكل تاعها راه متوسط، راه شباب ماشي صغير بزاف وماشي كبير بزاف.
حبيباتي اللي وصلت معنا لهاد النقطه من لا فيديو يعني وراهي تشوف لا فيديو، ما تنسينيش بهذيك الجام. اذا كنتي جديده معنا ما تنسيش الاشتراك في القناه هكا باش يوصلك كل جديد. بالنسبه للعجينه هذه اللي بقات تلموها غير هكا يعني في الساشي هذيك وتعاودوا تفتحوها. قلت لكم ما ترقوش العجينه تاعكم بزاف ولا الحبه تاع الحلوى تاعكم لازم تكون شويه عاليه. وبنفس الطريقه يعني كما قلت لكم توجدوا كامل الحبات تاعكم قسمه طيبوا صينيه والعجين المتبقي اكيد تغطوا عليه في كيس بلاستيكي هكا باش ما ينشفش مليح. راح نجيب هنا الحبات تاوعي وراح نجيب هذاك بيض البيضه اللي خليناه من العجينه في السابق. راح نجيب الحبات تاوعي نمسحهم هكا كامل الوجه تاعهم يعني من الجهتين بيض البيض، وتاكدوا انكم ما كانش بيض زائد، لانه اذا كثرتوا الحلوى تاعكم بيض راح تجيكم مشقه بزاف. الحلوى هكا يعني راح يزيد يضاعف الحجم تاعها شويه وراح تجي مشقه يعني بكميه قليله، ما تجيش هكا شغل متغير الشكل تاعها ولا. المهم حبيباتي فوتها هكا في الجلجلان المحمص ماشي بزاف، تخلوه هكا شويه على بياض باش يزيد يكمل الطياب تاعه في الفرن. تاكدوا انه الحبه تاعكم يعني درتوا لها كميه قليله تاع بياض البيض هكا باش نرمدوها ترفدنا هذاك الجلجلان فقط. مسحه خفيفه هكا كامل الحبه يعني من الجهتين والاطراف كامل، وتاكدوا هكا بيديكم شويه وترمدوها في الجلجلان المحمص يعني هكا رايح على بياض ما يكونش محمص بزاف. اذا كنتوا حمصتوه بزاف يعني راح يتحرك في الفرن ومام الذوق ولا البنه تاعه ما تجيش شابه. وراح نكمل بنفس الطريقه حبيباتي كامل حبات ولا كامل صينيه وراح ندخلها على فرن مسخن من قبل على 160 ولا 170 درجه، نطيبها من الاسفل ونزيد لها تحميره خفيفه من الفوق ونخرجوها ونزينوها مع بعض. لهنا بالنسبه للتزيين نزين بحبات تاع اللوز. لهنا درت لهم ملعقه صغيره هكا تاع غليكوز وراح نزيد لهم كميه تاع العسل ونحط الحبات تاع اللوز تاعي هكا باش يتكرملوا ويتعسلوا مليح. ولهنا كانت الحلوى تاعي طابت يعني هكا طيبوها ما تحمروهاش بزاف، غير تشوفوها تحمرت شويه ونشفت الحبه تاع الكاطو خرجوها. راح نعسل كل حبه تاع كاطو ملعقه تاع عسل، ملعقه هكا تكون كبيره. تعسلوا كل حبه تاع كاطو ملعقه تاع عسل هكا، نعسلوهم كامل ونخلوهم يتشربوا مده 5 دقائق ولا باش كل حبه تاع كاطو ترفدنا هذيك الملعقه تاع العسل يعني وتشربها مليح. راح نحط لهنا هذاك الحبات تاع اللوز اللي كنت درتهم في شويه تاع الغلوكوز مع العسل هكا باش تشد فيهم هذيك لابريونس ومام يلصقونا في الحبه تاع الكاطو. وكانت هذه هي النتيجه النهائيه تاع الحلوى تاعنا. شوفوا شكل وبنه ما شاء الله، مام ريحتها ما شاء الله في الدار. وكملتها هكا حطيتها في الكيسات، جات صراحه شكل وذوق ما شاء الله يعني البنه تاعها تحكي على روحها. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوها، راهي افضل حلوى معشوقه عند الجزائريين كامل كبار وصغار. نتمنى ان شاء الله كامل تدعموني في لا فيديو، اذا شفتوها تستاهل بارطاجوها. لهنا معليا غير نقول لكم نلتقي في فيديو جديد، سلام.